في لحظات في حياتنا مش بننسى شكلها ولا حتى تفاصيل الصوت اللي كانت فيه. مشهد بسيط بقى أو كلمة أو مكان ممكن يرمينا في لحظة في حفرة سودة جوه دماغنا اسمها الذكريات المؤلمة، ونعيش الوجع كأنه بيحصل دلوقتي. بس السؤال هنا، هل الذكريات المؤلمة دي قدر ولا نقدر نتحكم فيها ونتعامل معاها؟ العلم بيقول إن الذكريات المؤلمة مش بتروح، دي بتتخزن في حاجة جوه دماغنا اسمها اللوزة الدماغية، وده الجزء المسؤول عن المشاعر وخصوصا الخوف والقلق. وده اللي فسره عالم النفس جوزيف ليدو في أبحاثه الكتيرة عن الذاكرة الانفعالية، وقال إن الذكرى المؤلمة مش بس صورة، دي مشاعر كاملة ممكن عقلنا يقدر يرجعها تاني لو شاف محفز. أي حاجة قديمة بتفكرك بالحدث أو الذكرى المؤلمة ممكن ترجع تعيشها كأنك بتحصل دلوقتي، زي ريحة معينة أو صوت أو اسم أو حتى أغنية. ممكن في لحظة كل ده يفتح أبواب للذكرى فجأة. والذكريات المؤلمة على فكرة بتوجعنا أكتر من الوقت الحاضر، وده برضه لسبب علمي إن الدماغ البشري المخ بيفضل يركز على السلبي أكتر من الإيجابي. والمعلومة دي برضو أكدها عالم النفس ريك هانسون في كتابه المشهور هارد وايرنج هابينس، وقال إن العقل بيتعامل مع الخبرات السلبية زي الصمغ أو اللزق، بيلزق فيها وما بيسيبهاش بسهولة. وبيتعامل مع الخبرات الإيجابية زي المية اللي ممكن تقع على سطح ناعم أو ملمس ناعم فبتتزحلق علشان ما بيقدرش يحتفظ بيها لأكبر وقت زي الذكريات المؤلمة. علشان كده انت بتفتكر الوجع كأنك بتعيشه بكل تفاصيله وكأنه بيحصل دلوقتي. والذكريات المؤلمة على فكرة أنواع كتير، زي مثلا وجع الخيانة أو الفشل أو حتى وجع الإهانة في كلمة جارحة مست كرامتك. كل الأنواع دي بتشكل جزء من هويتك النفسية لو ما قدرتش تتعامل معاها وتعالجها بشكل سليم. ولازم على فكرة تواجه الذكريات المؤلمة، لأن ببساطة اللي بيهرب من الذكرى المؤلمة هو بيأجل الألم مش بيعالجه. ودراسات كتير على فكرة أثبتت ده، وقالت إن الناس اللي بتحاول تكبت الذكريات المؤلمة أو تهرب منها بيكونوا أكتر عرضة إن هم يفضلوا في قلق وتوتر مزمن طول الوقت. فالمواجهة هنا مش ضعف، دي شجاعة نفسية. أقول لك شوية خطوات بسيطة تقدر تعملهم وتقدر تواجه بيهم الذكرى المؤلمة بشكل يخفف عليك من حدتها. أول حاجة إنك لازم تعترف بالذكرى المؤلمة، بلاش تكابر وتقول إنك نسيت، لأ قول إن أنت لسه فاكر الألم بس بتتعافى منه. اتنين، اكتب الذكرى المؤلمة دي. كتابة الذكرى على فكرة بكل تفاصيلها على ورقة مش بس بتفرغ الوجع من جواك، دي كأنك بتحط الألم تحت الميكروسكوب. والتقنية دي على فكرة اسمها الاكسبريسيف رايتنج، وطورها باحثين كتير وبالفعل أثبتت إن هي بتقلل أعراض الاكتئاب والقلق. تالت حاجة، افصل الذكرى عن نفسك. مش معنى إنك مريت بوقت صعب أو ذكرى في الماضي إنك تفضل عايش كأنك عايش فيها طول الوقت، ما تفضلش حزين طول الوقت أو موجوع طول الوقت. رابع حاجة، لازم تستعين بطبيب نفسي وده مش عيب، أو مختص لو الذكرى بالنسبة لك بتسبب لك مشاكل في حياتك اليومية والتعاملات العادية. هيقدر يواجهك خصوصا في السي بي تي او العلاج بالسلوك المعرفي، اللي هيقدر يساعدك ازاي تعيد صياغة الذكرى دي في دماغك بشكل ما يكونش مؤذي بالنسبة لك. وعلشان تقدر تعدي، اعرف ان الجسم بيفتكر الألم، لكن عقلك يقدر يعدي او يعدي المعنى ده او يعيد تشكيله. مش شرط على فكرة تمحي الذكرى، بس تقدر تمحي الألم اللي بيكون مصحوب ليه. سلام.